ظهور بارز في الفهامة، كان أيضا له ظهور في المنشار. يحضر معنا سليم آلك، ربما أيضا عرف الشيخ عطلة عن قرب. نسمع شهادته على الرجل. السلام عليكم. الشيخ عطلة والله ما بغيتش نطلب، معليش تفضل. والله ما كنتش على طلع. مازال ماكش مأمن باللي مات سليم. ها؟ مازال ماكش مأمن باللي مات. لازم نسمع من السليم. طبعا تعجز الكلمات عن التعبير عن هذا المصاب الجلل الذي لم يصب عائلته فقط أو العائلة الفنية، وإنما كل الجزائريين. في جو ساده الحزن والألم والدموع حرقة على مغيب شمس الفن الأصيل أحمد بن بوزيد المشهور باسمه الفني الشيخ عطلة، نظم منتدى الحوار بالعاصمة أبينية للحديث عن مناقب الفقيد بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وعائلة المرحوم إلى جانب برلمانيين وبعض الوجوه الثقافية والفنية. رحيله خسارة لنا جميعا، وبلا شك أننا أعتقد أننا سننتظر 10 أو 20 سنة حتى يطلع عطلة آخر بمثل هذه القيمة الثقافية العميقة رحمه الله. أشكر كل من قدم إلينا من كل بقاع الجزائر حتى وخارج الجزائر، من ليبيا وقطر والإمارات، وبارك الله فيهم. وثاني أشكر زملائنا اللي في الإدريسية أنه ضيفونا الزيارة تاعتنا وما خيبوناش الظن تاعنا مع اللي جاونا منا ومنا. مبادرة رمزية الحقيقة، يعني لا تقدم ولا تؤخر، ولكن من شأنها أنها تلم شتات الفنانين والمبدعين، خاصة أن الفقيد مش إنسان بسيط، واحد من رموز الفن الملحون. رحل ابن العراقة والتراث، ابن الزمن الجميل، زمن الأجداد، زمن العباية والغندورة والخيمة العتيقة، فكل من حضر أثنى على فقيد الجزائر، معتبرينه نموذجا للفنان المثال الراقي وشمعة من شموع الفن الأصيل، داعين في ذات الوقت إلى ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي من بعده. فقدناه ليس بالبكاء عليه بل باستكمال ما كان يحلم به. تحب تكون وفي وعندك الوفاء للشيخ عطلة، البكاء نعم، البكاء عاطفة ولا بد منها، ما نقدرش نكبحوها ولا نصادروها ولا نقمعوها، ابكي. لكن بعد البكاء يوم ويومين وشهر وشهرين قال نحطوا نقطة النهاية للبكاء ونبدأ نقطة البداية لمشروع أو لمشاريع كان يحلم بها. عطلة لم يمت ولن يمت في فنه. نتمنى من السلطة، من المسؤولين على الثقافة أنهم يضرب كما كان يقول كلش نضربوا احنا، اضربوا طلع على الفنان. ها قد تركت الدشرة يا عطلة، فمن سيطوع القوافي لتحاكي أحزان الجزائر العميقة وينسج منها مرويات وفي للمنتخب الوطني وابن مدينة رغاية تنقلاته مع المنتخب الوطني منذ عام 1983 إلى غاية اليوم دون دعم من أي جهة. حبه للعلم الذي يجبره على الوقوف دائما وأبدا لمناصرة الخضر للدقيقة الأخيرة. التنقل تاعي مع الفريق الوطني من صغري، كنت 1983 اول مباراه تاعي حضرتها في السجوي تاع الفريق الوطني، كنت صغير كان في عمري 12 سنه 13 سنه. وحنا المشكل الصعوبات بزاف اللي نلقاوهم كيفاش تحضر للفيزا. الا كان سفاره كما سفاره تاع نيجيريا هنا في الجزائر كاين 15 يوم درنا الفيزا، انا في 6 ولا في 10 ماكسيموم درنا الفيزا عطاونا، ولي بي تاع الطياره واحد ما يعاوننا، ني فاف ني موبيليس ني اريدو، حنايا بدراهمنا وبجيوبنا. رغم كل الصعوبات غير أن كادي حب المنتخب يرغمه على تخطي جميع الحواجز ويتنقل مهما كانت الصعوبات، سواء في أدغال إفريقيا أو أي جهة تذهب إليها كتيبة محاربي الصحراء، والموعد هذه المرة سيكون نيجيريا.
في العام مكوتيزي. انا البروغرام تاعي سي كوا سي لي ماتش على الجيري على العام وين تلعب نروح ونجينا ان شاء الله. هذا لو 16 بي افريكان اللي حنزوروا مع ليكيب ناسيونال. علاه باسكو نحب نسيبورتي ليكيب ناسيونال. هادو الدراهم هادو حنا نخرجوا من جيوبنا، حنا نحبوا بلادنا نحبوها. كان اشاعات يقولوا باللي الفريق الوطني هذو المناصرين يروحوا باسكو يخلصوا لهم ولا واحد ما يخلص لنا من السودان رحت بدراهم يخلص البيت تاعي 2 مليون 200. هذا هو المناصر الجزائري عندما يجمعه الوفاء بالمنتخب الوطني تكون هناك حكاية حب وإصرار. وشكوك حول مشاركة غلام يعاني أيضا من إصابة ولن يتدرب اليوم. رسميا استبعاد غزال سوداني وبودبوز عن المباراة وتعويضهم ببنجاح بنزية وبالنصر لاعب أرسنال. نعم، أولا محمد الإصابات واردة في كرة القدم، هذه هي كرة القدم. لا يمكننا أن نقول لماذا أصيب وأصيب وأصيب. أولا ما عدا الشك الذي يحوم بخصوص مشاركة غلام الذي أعتبره شخصيا برأيي المتواضع لاعب مهم جدا في تشكيلة المنتخب الوطني على الجهة اليسرى. الإصابات التي حدثت وأيضا قليلا سوداني، هناك البدائل اللازمة، هناك تشكيلة ثرية في المنتخب الوطني الجزائري، هناك لاعبين قادرين على تعويض اللاعبين المصابين بامتياز، أقولها بامتياز. وعلى سبيل المثال أبرز مثال هو إبراهيمي بإمكانياته بالقوة التي يملكها بالإرادة الإمكانيات الفنية يمكنه أن يصنع الفارق في أقل من 30 ثانية أمام منافس صحيح قوي هو نيجيريا. أعتقد أن هذه الإصابات ضربة موجعة صحيح، لكن هناك تركيبة بشرية قادرة على تعويض هذه الإصابات، ما عدا لا قدر الله إصابة غلام الذي أعتبره الأقوى في المنتخب من حيث الاستقرار من حيث الجانب الفني والتكتيكي. بالشيخ بعد توالي الإصابات في المنتخب الوطني تم الاستنجاد ببنزية للعلم لم يلعب هذا الموسم إلا 100 دقيقة مع فريقه للفرنسي، لكن لاعب مثل بالفضيل حتى لو كان سيئا الموسم الماضي إلا أنه هذا الموسم يلعب كل المباريات مع في بلجيكا في الدوري البلجيكي ومسجل 6 أهداف لحد الآن وموجود في فورمة جيدة. لماذا يستدعى بنزية ولا يستدعى مثلا بالفضيل؟ بورتون المدرب هذا ستان بلج او يشوف شامبيون هذه نقطة استفهام أخرى لا بلجيك دونك يشوف بالفضيل اللي راهو يروفي اون فورم مارك دي بيت العام ماركي دي بيت راهو مليح. دونك بنزيا جوسكا بريزون ما لعبش كاع يتيك وبارفوا هذه هي المعجزه. عندنا معجزه احنا في الفريق الوطني ما تفهمش كيفاش الامور تحدث، ولكن يبقى بودبوز بون راهو فورم في الفريق تاعو. دوماج الماتش اللي فات نقولوا ما دارش كيما لازم الحال، ولكن اللي كانوا قدامه كان ما عاونوه، ما كان والو باش ينجم يدير حاجه. غزال الفريق الوطني واش لعب يا ربي 17 مينوت في الدرني ماتش هذا واش لعب الفريق الوطني. رومبلاس دوماج باسكو سي ان بون جوار رومبلاسي بالناصر اللي شفناه دخل على حسب لاتوش دو بال اللي دخل ما لعبش بزاف 10 مينوت مي لاتوش دو بال اللي شفناه بها قلنا بلي لعب عنده دي كاليتي. ولكن بالناصر من الانجليز تروح تحطوا ديريكت في نيجيريا اخي هي امور صعيبه. انا مره على مره كي نسمعكم تهضروا وقعد نسائل نحكم على اللاعبين اللي يلعبوا في الانديه تاعهم في اوروبا. انا نحكم على اللاعب لما يكون في المنتخب الوطني الجزائري، لما يقدم مردود في المنتخب الوطني الجزائري نحكم عليه. ولكن انا نحكم على اللاعب يلعب مثلا في بلجيكا او امس دار مباراه كبيره وسجل هدفين في بطوله مثلا البلجيكيه، ولكن انت رايح الى نيجيريا هل تقدم نفس المردود يتقدم المناديك في نيجيريا؟ هذا هو احنا نحكموا اكثر واكثر على اللاعبين. ممكن مردود اللاعب في النادي المجر هو المرآة التي يستفيد منها المدرب حتى يقيم مردود اللاعب. لا محمد، لا، انت تلعب في افريقيا مالكش تلعب في اوروبا. المنتخب الوطني الجزائري يلعب في افريقيا. اذا ناخذ اللاعبين الاكثر جاهزيه. وهذا اللي قلت لك لازم المدرب يكون ذكي ويروح يتفاوض في هذه المباراه بطريقه ذكيه جدا. لازم لاعبين جاهزين، مش لان نلعب مباراه سجل هدف نجيبوا الفريق الوطني يلعب في نيجيريا. لا، شوف عليه هذو الاخطاء اللي يديروهم المدربين، هذو من الاخطاء.
وشوف مثلا احنا رايحين لنيجيريا محمد، رايحين لنيجيريا، عارفين مباراه صعبه جدا، صعبه، وكما قلت لك في الحصه الاخيره اللاعبين النيجيريين الان المعنويات عاليه جدا. علاش عاليه؟ لان التعادل امام